في مجال عملها، سواء كسفيرة في وزارة الخارجية أو كوزيرة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج. هنسعد بيك يا دكتورة مع الوزيرة، وحضرتك تتكلمي من هنا، تتكلمي من البوديوم، الاثنين واحد يعني. اتفضلي يا فندم. شكرا جزيلا. العمل كوزير للهجرة هي أيضا تجربة خاصة بالعمل كوزير للمصريين في الخارج. والمصريين في الخارج الحقيقة بيتميزوا بالتنوع الشديد. هم 14 مليون مصري، 14 مليون مصري مختصين بكافة الأشكال العلم وكافة أشكال التكنولوجيا، بما فيهم أبنائنا من الدارسين في الخارج. واللي احنا ساعات بننسى ان احنا عندنا كوادر بشرية متميزة تستطيع ان تغزو العالم بما لديها من علم، وكوادر يعني مش بس فنية، هي كوادر علمية قوية جدا. اعتقد احنا معانا النهاردة دكتور هاني النقراشي، فما فيش ابلغ من كده رسالة واصلة بالدليل القاطع يعني وكل ما هو ساطع في العلم. المصريين في الخارج هم 14 مليون مصري زي ما قلت لحضراتكم. في حدود ثلث هذا العدد من ابنائنا الدارسين في الخارج، وده خلاني ان احنا لازم نستفيد من هذه الكوكبة من الموارد البشرية اللي من شأنها انها تطور من المجتمع، ومن شأنها انها بما حصلت عليه من العلم تستطيع ان هي تقود مش بس مصر، تقود العالم في الكثير من المجالات. أنا متذكرة كويس جدا إن أنا كنت وزيرة في أثناء انعقاد مؤتمر الكوب 27 أو مؤتمر الكوب 27 في مدينة شرم الشيخ الجميلة. وفي هذا المؤتمر دايما كل الوزارات كانت بتحاول إنها تشارك بشكل أو بآخر في الندوات وفي الأحداث الجانبية أو في الجلسات الخاصة بدعم ما له علاقة بالسلطة التنفيذية ودورها في التنمية المستدامة، ودورها في مكافحة تغير المناخ، ودورها في تطوير مصر في ما نقول عليه ان هي مصر الخضراء ومصر القادمة. الدور بتاع وزارة الهجرة احنا حاولنا بقدر الامكان ان احنا نخليه دور عملي مرتبط بالارض، بما ان احنا اوريدي عندنا كوادر متميزة من العلماء ومن الدارسين المتميزين في الخارج. فانا حاولت ان انا اركز على طبقة الشباب، وركزنا على ذلك من خلال مركز ميدسي لشباب الدارسين في الخارج التابع لوزارة الهجرة. طلبنا من أبنائنا من الدارسين في الخارج إن هم يوافون من له الرغبة في إن هو يتحدث عن موضوع تخصصه العلمي في الكوب 27 في حدث هنعمله للشباب. طلبنا منهم إن هم يوافون بعدد من الأبحاث العلمية وبرزنتيشنز يقدروا إن هم يقدموها في هذا المؤتمر، ويبقى عندهم القدرة على مناقشتها كمان من المشاركين في هذا الحدث. الحقيقة جالنا فوق 200 بحث من الأبحاث المتميزة، اخترنا منهم 6 أبحاث فقط. بحث ودراسة وبرزنتيشن عن الروبوتكس وعن الذكاء الاصطناعي، وآخر عن الطاقة الجديدة والمتجددة، بحث عن الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وآخر عن الطاقة وكيفية تحولها وكيفية استدامتها، بحث عن كل ما له علاقة بالهيدروجين الأخضر، و6 أبحاث من الأبحاث المتميزة، و6 من الأبناء كانوا موجودين، منهم أصغرهم كان عنده 19 سنة وهو عالم وعامل عنده براءة اختراع، مخترع تطبيق من التطبيقات يستطيع أن يخدم التجارة العالمية من خلال هذا التطبيق. الأبناء دول عندما قدموا هذه الأبحاث على العامة في المؤتمر، طلبت منهم إن هم كل واحد فيهم إن هم يدينا 3 تجارب يتعين أن يخرج بها المشاركين في هذا الحدث،
وياخدوها معاهم بحيث ان هم يطبقوها على حياتهم. وطلبت ايضا منهم ان هم يرسلوا ب3 رسائل الى صانع القرار في مصر حتى نتمكن من إحالة هذه الدراسات اللي هم هيقدموها بشكل علني أمام الجميع إلى السيد رئيس الوزراء وإلى الوزارات المختصة حتى يمكن لها أن تطبقها على المناهج الخاصة بهذه الوزارات واستراتيجيات عملها. وكان من بين هؤلاء زي ما قلت لحضراتكم إحدى الشباب الدارسين، وهو أستاذ شاب في العشرينات من عمره ويدرس كيفية إدماج الذكاء الاصطناعي في المناهج الدراسية للأطفال، بدءا من الأطفال وحتى نهاية الثانوية العامة أو ما يوازيها في المناهج الدراسية حتى قبل الجامعية. وهذا الابن الحقيقة البرزنتيشن بتاعته كانت متميزة، وأنا فاكرة كويس جدا إن أنا بعد ما انتهينا من هذا الحدث أرسلت بكل هذه البرزنتيشن والدراسات إلى الوزراء المعنيين، وهذا الابن تحديدا
ان هو يقدر بالتعاون مع مصر ان هو يجب الابناء المدربين تدريب بمستويات ومعايير هذه المجتمعات، زي ما احنا كنا بنعمل مع المانيا، بنودي الولاد يدرسوا في سواء المدارس الالمانيه المهنيه، وخصوصا مشروعات مثل مدرسه مبارك كول اللي تحولت الى مدرسه تطبيقيه من اهم المدارس الفنيه، او في العديد من الاكاديميات المهنيه للتدريب التابعه للمصانع والاستثمارات الألمانية اللي موجودة هنا، زي زيمنز مثلا عندهم أكاديمية للتدريب المهني، بحيث ان احنا لما ندرب على الاحتياجات الخاصة بألمانيا ندرب أبنائنا على المعايير اللي بتلتزم بيها ألمانيا في التشغيل. وده بالظبط اللي جاه ايضا معالي وزير الداخليه الايطالي ليتفق معي على اهميه تطبيقه في العلاقه، بحيث انها تتحول العلاقه المصريه الايطاليه من علاقه فيها شيء من السلبيه بان احنا بنتكلم على مكافحه الهجره الشرعيه غير الشرعيه، نتكلم على ان هي علاقه ايجابيه، بتتكلم على علاقه ازاي ان احنا نتعاون احنا الاثنين تحقيقا للهجرة النظامية التي تخدم المجتمعين، المجتمع المصري والمجتمع الإيطالي في نفس الوقت. والحقيقة هذا أيضا كان يعني طبعا الجانب الإيطالي، وإحنا معانا الملحق الإيطالي موجودة معانا النهاردة، بيركن على إن هو في الكثير من المدارس الفندقية، زي بالظبط المدرسة الفندقية الإيطالية في الفيوم اللي هو بتدرب على مجال السياحة، مدرسة الدومبوسكو، المزيد من المدارس والمزيد من الجامعات، في الجامعات التطبيقية أيضا بتساهم فيها إيطاليا زي ما بتساهم فيها دول أخرى. ايضا واحنا بنتكلم على التعاون الدولي، كان ده نفس موقف هولندا، كان ده نفس موقف بلجيكا، كان ده نفس موقف بريطانيا وفنلندا، بس كانوا مهتمين بقطاعات بعينها. ايضا كان هذا الموقف اللي هو ساعي لمصر وساعي للاستعانة بالمهنيين والعاملين المصريين المدربين على مستويات تنافس أبنائهم في الأسواق الأجنبية. كان أيضا هذا هو موقف اليونان وقبرص اللي سعوا إلينا إن هم نستعين بالخبرات المصرية لدعم العمالة الموسمية، وخصوصا في مجالات زي الزراعة وزي المقاولات وزي غيرها. الحقيقة أنا ممكن أتكلم في هذا الموضوع إلى ما لا نهاية وإلى الأبد. أنا شايفة إن إحنا في حاجة ماسة إلى إن إحنا نمكن أبنائنا ونمكن شبابنا ونمكن علمائنا من العمل في هذا المجال المتميز. إحنا دلوقتي وإحنا بنتكلم عندنا ملايين من أبنائنا الشباب اللي بيشتغلوا في أوروبا في مجال الاتصالات، وخصوصا في دولة زي من الدول اللي هي بتعد مركز للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في أوروبا زي أيرلندا. فيها مئات الآلاف من الأبناء من المصريين من خبراء الاتصالات اللي هم لسه في ريعان الشباب، إنما